ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما وفي احسن حال يا رب. خلاص يا جماعة، خلصنا امتحان العربي وخلاص. اللي فات مات، حط اللي فات في ظهرك وما تبصش ليه تاني، ما تراجعش خلاص. لو عندك اسئلة فكك منها خالص، في اسئلة محيراك وعايز تراجعها ما تراجعش، نصيحة مني. هنتكلم دلوقتي بخصوص المادة اللي جاية، اللي هي مادة من اسهل المواد اللي في الثانوية العامة. من السهل جدا اللي انت تجيب فيها 40 من 40 وتقفلها. تعمل ايه لو انت ما فتحتهاش من اول السنة وعايز تقفل الفرنساوي؟ مبدئيا كده اول حاجة عندنا الكلمات. لازم الكلمات اللي في المنهج كلها تبص فيها، لان الكلمات بتاعت الفرنساوي مش هتعدي ال 500 كلمه. دي الكلمات سهله جدا وينفع تقفلها في يوم. تقفل الكلمات اللي عليك في المنهج في يوم واحد، والكلمات هتساعدك جدا اللي انت تحل بيها القطع. هتبص على القطع تقراها، ما انت حافظ الكلمات بقى هتقراها بكل سهوله، وبعد كده تخش تحل عليها الاسئله مباشره. الاسئله طبعا هتبقى دايركت، لان في امتحان الفرنساوي الاسئله على القطع بتبقى دايركت، بتبقى مباشره، غير امتحان الانجليزي. فانت لازم تقعد وتذاكر الكلمات اللي عليك في المنهج كلها. رقم اتنين عندي القواعد. بص، في اسئله بيكون فيها قاعده واحده، وفي اسئله بيكون فيها قاعدتين، اكتر من قاعده. الاسئله اللي فيها اكتر من قاعده بتلاقيها في الشوامل. الاسئله اللي عليك في المنهج في الكتب الخارجيه اللي انت بتحلها، او في الملزمه بتاعت المدرس بتاعك، الملزمه الخصوصيه، بتلاقي الاسئله فيها قاعده واحده. الا بقى الاسئله اللي فيها تفكير. الاسئله اللي فيها قاعده واحده انت محتاج مثال واحد تحطه في دماغك عليها، علشان دي امثله فيها قاعده واحده وهتيجي في الامتحان. والاسئله اللي فيها اكتر من قاعده، فيها قاعدتين، هتيجي برضو في الامتحان، بتكون عايزه ذكاء شويه وهتعرف توصل لها بكل سهوله. فالقواعد في فيديو 3 ساعات، خش اسمعه. اي فيديو 3 ساعات 4 ساعات بيلمم القواعد كلها على اليوتيوب، خش اسمعه. هي الفيديوهات كلها زي بعض عامه. فالماده دي القواعد بتاعتها بينزل لها فيديوهات ياما على اليوتيوب. وانا في الثانويه العامه بتاعتي كان في فيديو نزل 3 ساعات ونص او 4 ساعات، لمم الكلمات، لمم القواعد، لا بص، لمم المنهج كله بتاع الفرنساوي. ففي فيديوهات ياما هتقابلك من القبيل ده، وهتقفل الماده بكل سهوله ان شاء الله. التركايه اللي بعد كده عندي الا وهي حروف الجر. اكيد هيجيلك في امتحان الفرنساوي بكره او بعده حروف الجر. احفظ حروف الجر كويس جدا، اللي هي لقدام وورا ويمين وشمال وفوق وتحت، دي حروف الجر. احفظ حروف الجر كويس جدا، هيجيلك عليها اسئله في الامتحان. فدي درجه ببلاش، وعامه في امتحان الفرنساوي بتلاقي درجات ياما ببلاش، بتطلع مبسوط من الامتحان. وطبعا في وقت، لان الماده خفيفه جدا وهتحل شوامل، هتلاقي اسئله ياما بتتكرر. الاسئله اللي بتتكرر دي خلي بالك منها، عشان هتلاقي شبهها في الامتحان. دايما امتحان الفرنساوي بيكون معتمد على الاسئله والافكار بتاعت الامتحانات بتاعت السنين السابقه. خلي بالك من الحاجات دي. يبقى انت هتعمل ايه في الماده؟ هتظبط الكلمات، هتحفظ الكلمات كويس جدا، هتظبط الجرامير، القواعد كلها تبص فيها، هتحفظ حروف الجر كويس جدا، هتحل شوامل، والاسئله المتشابهه هتخلي بالك منها. وبس كده. وده كان الفيديو بتاع النهارده، فيديو خفيف جدا، لان الماده مش مستاهله يا جماعه. الماده سهله جدا وبتتقفل وبيتجاب فيها ال 40 من 40. انت بس اقعد ذاكرها في يوم ولا اتنين، هتلاقي الدنيا سهله معاك ان شاء الله. اشترك في القناه ودوس لايك عشان تشوف الفيديوهات بتاعت المواد الجايه. سلام.